لقرون عديدة كان الزليج المغربي شاهداً على الثراء والأصالة في التراث والحضارة بألوانه المتناغمة التي تخلق تحفة فنية مذهلة، منسوجة بأيدي الفنانين الذين يستوحون من روح التاريخ المغربي تلك الأشكال الفخارية الهندسية المرتبة بعناية، والتي تركب قطعة بقطعة في انسجام فني وتعثر عليها في كل بيت مغربي، مما يعكس تطور وازدهار هذا الفن القديم في المغرب. يواصل الزليج المغربي احتلال مكانة مرموقة في عالم الجمال والإبداع، متألقاً بتفاصيله المعمارية الاستثنائية التي تجسد الهوية المغربية. هذه الفسيفساء الهندسية عرفت استعمالاً كبيراً في تجميل الجدران والأسقف والممرات، وحتى في حمامات السباحة والطاولات. منذ القدم عرف الزليج المغربي بجودته الفائقة وتفاصيل تصاميمه الدقيقة، ما يدل على براعة الحرفيين المغاربة التقليديين الذين أبدعوا في فن الزواقة التقليدية وأضافوا إليها لمسات عصرية، مع المحافظة على الألوان الزاهية والملفتة. وقد شهدت الفترة الأخيرة اهتماماً متزايداً باستخدام الزليج في العمارة، مما يعبر عن توجه نحو تجديد الفنون التقليدية في الصناعة المغربية. مر الزليج المغربي بتطورات ملحوظة منذ العصور الوسطى، وازدهر بشكل خاص في زمن الدولة المارينية، حيث تم إدخال الألوان الزرقاء والخضراء والصفراء. وفي القرن السابع عشر أدرج اللون الأحمر ضمن هذا الفن النبيل. مدينة فاس ومكناس، مهد الزليج المغربي، يجسدان الأناقة والإبداع الذي يتخطى الزمان والمكان. بفضل خصائصه الفنية والتقنية نال الزليج شهرة عالمية، واستطاع الحرفيون المغاربة التكيف مع العصرنة مع الحفاظ على جوهره التقليدي. هذا الفن الفريد يلهم الفنانين والمعماريين، ويستمر في جذب محبي هذا التراث الغني. رغم التكاليف الباهظة لإنتاج الزليج، يبقى هذا الفن من أبرع تجليات الهوية المعمارية المغربية، مستنداً إلى مواد خام بسيطة وأدوات يدوية، ومعتمداً بشكل رئيسي على مهارة وإبداع الحرفي المغربي الذي يجمع بين الحفاظ على التقاليد والتأقلم مع متطلبات العصر، خاصة فيما يخص أساليب الزخرفة المستخدمة في العمارة الراقية والمواقع التاريخية. يتجسد الزليج في قطع طينية مربعة معالجة وملونة، مغطاة بطبقة لامعة ومصممة يدوياً لتوفر جمالاً بصرياً مذهلاً يتلائم مع جميع الأماكن والأحجام. تبدأ مراحل تصنيع الزليج بمرحلة تجهيز الطين، حيث ينقع في الماء لمدة طويلة داخل حوض، ثم يعجن بعناية قبل أن يصاغ على شكل مربعات باستعمال قوالب ترص على سطح مستو داخل الورشة. بعد أن تجف تحت الشمس، تنقل المربعات إلى مستودعات قريبة من الورشة، حيث يتم قصها بدقة وفق الأشكال المرغوبة، ثم تترك لتجف مرة أخرى. تخبز القطع في الأفران لمدة يوم كامل، ويضاف إليها اللون حسب الطلب، ثم تفرز بعناية بعد الخبز الثاني حسب اللون والجودة. تجرى العملية في الصيف لاستغلال الحرارة في تخزين المربعات للشتاء، وترتفع الطلبات من مارس إلى يوليوز، حيث تنشط ورش الزليج. يشكل الزليج من الطين باستخدام المنقاش لتقسيمها إلى قطع تزين بأنماط الفن المغربي، وتنفذ في ورش متخصصة لضمان التعاون وكفاءة الإنتاج. يقوم الحرفي برسم وقطع الأشكال الهندسية على البلاط بعناية لتحقيق أقصى استفادة من المساحة، ثم ينقش التصاميم على الفسيفساء قبل تجميعها. من المهم الإشارة إلى أن نقش القطع الصغيرة يتطلب مهارات وتقنيات خاصة يمتلكها فقط الحرفيون ذو الخبرة، فالتقطيع والنقش هما الأساس في هذه الصناعة، إلى جانب مجموعة من الخصائص الفريدة التي تكتسب من خلال التجربة والممارسة الطويلة في هذا المجال. تعتبر هذه العملية ركناً محورياً في صناعة الزليج التقليدي، حيث يتواصل الحرفيون المهرة مع العملاء لعرض تشكيلة واسعة من التصاميم وتلقي الطلبات. يتم بعد ذلك نقل التصاميم إلى الأرضية وترتيب القطع المزخرفة بدقة، مما يعكس البراعة الحرفية والتقنيات العريقة. ويظهر أن متراً مربعاً من الزليج يمكن أن يحتوي على ما بين 6000 إلى 8000 قطعة. يتم تحديد حجم التصميم بعناية ليوافق أبعاد الجدار، وبعد الانتهاء من الأرضية
يصب الجبس والماء لتثبيت القطع قبل إضافة طبقة من الإسمنت المسلح. تقطع الأشكال إلى قوائم وتثبت على الجدار، ثم يصب الإسمنت مرة أخرى لضمان التماسك، وتستغرق العملية حوالي 4 أيام. تنفذ مراحل الإنتاج في ورشات مستقلة يديرها الصناع مع فرقهم. تتميز الأدوات المستخدمة في صناعة الزليج ببساطتها وتناغمها مع التقنيات التقليدية، وتعكس الدقة والمعرفة العميقة بالحرفة المكتسبة عبر سنوات من التعليم والممارسة. الصناع الفاسيون يحظون بتقدير عال لحفاظهم على جوهر الزليج الفاسي وتصاميمه التقليدية رغم التحديات الزمنية والتغيرات الذوقية. هذه الحرفة لا تزال تستقطب اهتمام المعماريين وعشاق الفن الأصيل والتراث المغربي. شهدت الصناعات مؤخراً توجهاً نحو استخدام الزليج المغربي ليس فقط في الخشب والنسيج، بل وفي التكنولوجيا أيضاً. شركة إديال الرائدة في صناعة ملحقات الهواتف قدمت أغطية مستوحاة من الزليج تعكس جمال الفن المغربي العريق. وفي الختام، نأمل أن يكون هذا الفيديو قد أتاح لكم فرصة لاستكشاف جمال الزليج المغربي وتقدير فنه العريق. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.